السلام عليكم أحبابي. مرحبا بكم في موضوع جديد وغادي يكون طويل شوية ولكن مفصل ومشوق على نجم مغربي عالمي، أسطورة كروية بصراحة، اللي هو أشرف حكيمي. اليوم غادي نجاوبوا على سؤال مهم كيطرحوه بزاف ديال الناس: واش بصف حكيمي كيستاهل الكرة الذهبية ولا راه حلم صعيب؟ غادي نغوصوا في مسيرته، الأرقام ديالو، الألقاب، طريقة اللعب، التحديات، وحتى كيفاش يقدر يوصل لهذا الحلم. يلا نبداو على بركة الله. منين جا حكيمي؟ البداية المتواضعة. أشرف حكيمي تزاد في مدريد لأسرة مغربية بسيطة مهاجرة. من صغرو كان مولوع بكرة القدم، وبدات الحكاية ديالو في شوارع العاصمة الإسبانية. ريال مدريد شاف فيه موهبة كبيرة وضموه لأكاديميتهم، ومن تما بدات الرحلة الجدية. من الريال بي حتى الفريق الأول، لعب مع كريستيانو وبنزيما وخدا معاهم أول لقب ديال دوري الأبطال وهو باقي صغير. رحلة أوروبية مثيرة. بعد الريال عطاه إعارة لدورتموند. هنا بدأ يلمع نجمو، سرعة خارقة، أهداف وتمريرات حاسمة، كيغطي الرواق كامل. الجمهور الألماني عشقه، وحتى الأرقام كانت ممتازة، وصار من أفضل الأظهرة الهجومية في العالم. ما كملش، انتقل للإنتر في إيطاليا وربح معهم الدوري بعد غياب طويل، وخلى بصمة واضحة، أهداف، أسيست وحضور طاغي. ودابا مع باريس سان جيرمان كيعتبر من العناصر الأساسية، مع مبابي ونيمار سابقا، ودابا مع النجوم الجداد. عالم حكيمي والمنتخب المغربي. ما يمكنش نهضروا على حكيمي بلا ما نهضروا على المغرب. من صغره هو كيقول أنا مغربي. اختار يلعب مع المنتخب رغم الإغراءات ديال إسبانيا. شارك في كأس العالم 2018 وخلى بصمة محترمة وهو باقي صغير. ولكن الحدث الكبير كان في مونديال قطر 2022. كان من الأعمدة ديال الفريق، سجل ضربة جزاء تاريخية بطريقة بانينكا ضد إسبانيا، ساهم بوصول المغرب للنصف النهائي لأول مرة في التاريخ ديال إفريقيا والعرب. الجمهور كامل حبوه كتر، وبان وجه مشرف للمغرب قدام العالم. يلا نهضروا على شنو كيخلي حكيمي لاعب مميز بزاف. واش حكيمي غير ظهير عادي؟ لا، عنده مواصفات عالمية: السرعة الخرافية، القدرة على الدفاع والهجوم، التمريرات الحاسمة، التغطية البدنية، العقلية القوية والطموح، الروح القتالية. أرقامه في كل فريق لعب فيه كتشهد عليه. راه ظهير حديث بمعنى الكلمة، كيصنع الفريق قدام وحتى اللور. والجوائز. حكيمي ربح ألقاب كثيرة وهو باقي صغير: دوري أبطال أوروبا مع الريال وإن كان احتياطي في بعض المباريات، دوري الألماني مع دورتموند ما ربحوش ولكن دار أرقام خرافية، الدوري الإيطالي مع الإنتر، الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، واختير مرات عديدة لأفضل تشكيلة في الدوري وترشح لتشكيلات الفيفا العالمية. حتى الفيفا والاتحاد الإفريقي كيعترفوا به كأفضل ظهير في القارة. الأرقام والإحصائيات. الناس كتقول الكرة الذهبية كتحتاج أرقام، وحكيمي فعلا كيسجل ويعطي أسيست بزاف. مع دورتموند كان عنده 12 الأسيست و9 الأهداف في موسم واحد. مع الإنتر كيشارك في الأهداف وحتى الفاولات. مع باريس أرقام مستقرة. مع المغرب سجل وصنع في مباريات حاسمة. لكن طبعا الأرقام ما كتكونش في مستوى مهاجمين بحال مبابي أو هالاند، وهنا النقاش: الكرة الذهبية شكون كياخدها عادة؟ باش نكون واقعيين، الكرة الذهبية غالبا كتمشي للمهاجمين وصناع اللعب اللي كيسجلوا بزاف. ميسي، رونالدو، لوكا مودريتش استثناء نادر. الأظهرة نادرا ما ياخدوها. آخر مدافع خداها هو كانافارو في 2006 لأنه ربح كأس العالم بأداء أسطوري. شنو خاص حكيمي باش يربح الكرة الذهبية؟ أرقام قوية جدا في الأسيست والأهداف، ألقاب كبيرة دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم مع المغرب، حملة إعلامية قوية لدعمه، استمرارية في المستوى العالي. راه ممكن ماشي مستحيل ولكن صعيب بلا ألقاب كبرى. الجانب الإنساني والشخصية.
ما يمكنش ننساو أن حكيمي محبوب حتى خارج الميدان. قريب من الناس، كيحب بلاده، كيهضر عليه بفخر، كيعاون العائلات المحتاجة، متواضع رغم النجومية. هذا كيخلي الجمهور كامل يتعاطف معاه ويشوف فيه نجم عالمي وإنسان طيب. واش كيستاهل الكرة الذهبية؟ الجواب ديالي شخصيا نعم، كيستاهلها على طموحه، جديته وتطوره الخرافي. ولكن باش ياخدها فعلا خاصو يحقق شروط صعيبة: دوري أبطال أوروبا، دوري كأس العالم أو كأس إفريقيا تاريخية، أرقام هجومية ممتازة، استمرار في المستوى الكبير. إلا قدر يدير هاد الشي، راه ماشي غير المغرب كامل، إفريقيا كاملة غادي تفتخر به كأول ظهير إفريقي ياخد البالون دور. طريق مازال، ولكن الحلم ممكن. قلب. سؤال للجمهور: شنو رأيكم نتوما؟ واش كيستاهلها؟ شنو خاصو يدير باش يربحها؟ خليو لي آراءكم.